يا نهار اسود. اسمع مني، جاهزين يا رجاله؟ اسمع مني بس. معلش يا كابتن، معلش معلش يا كابتن، سامحني. عايزين الحكايه بس قولها من البدايه. الحكايه بدات تتصاعد جدا جدا يوم 21 يناير بقى، يعني كلام كتير وحصل ولكن يوم 21 يناير كان في اجتماع للاداره في مقر النادي الاهلي في الشيخ زايد. خلص الاجتماع، كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، والحقيقه التحيه كبيره جدا جدا لكابتن الخطيب، لانه هذا الرجل عمره ما خرج ولا اتكلم ولا دافع عن نفسه ولا نسب لنفسه شيء على الاطلاق. هي قصته دايما وابدا يتكلم عن الاهلي وعن عائله النادي الاهلي، فبيحب انه النجاح ينسب للنادي الاهلي بالكامل يعني. بعد الاجتماع كابتن الخطيب قعد مع المهندس خالد مرتجي القائم باعمال نائب رئيس مجلس الاداره، وقال له انا عايز اقول لك انه سواء الجهاز الفني او لجنه التخطيط عندهم قرار بالتعاقد مع اشرف بن شرقي. حلو؟ قال له حلو. قال له هي مهمه سريه ومهمه صعبه جدا، لكن انت بقى هتكون معايا وانا بكلفك بهذا الامر، ويبقى اللينك دائم وابدا ما بين كابتن محمود الخطيب ومهندس خالد مرتجي فقط لا غير. يعني انا حتى كنت بكلم من المهندس خالد طول الوقت ما كانش بيقول لي حاجه، وانا اعرف انه مثلا يكون مسافر او من بره، يقول لي لا ده انا جنبك، تعالى اتغدى معايا، تعالى اتعشى معايا. بدأ الحوار ما بين خالد مرتجي وانس اللي هو وكيل بن شرقي. قال له احنا مرحبين جدا، واشرف اصلا عنده رغبه مؤكده في التعاقد مع النادي الاهلي. ما حصلش اي خلاف على الاطلاق ولا خدوا وقت طويل. اتفق فيها خالد مرتجي مع انس ومع بن شرقي انه يبقى موجود في النادي الاهلي، وقال له انا هنهي القصه مع نادي الريان القطري. بالفعل اشرف ذهب الى نادي الريان واتكلم مع الناس وقال له انا همشي، مش هقدر اكمل الست شهور دول، واحترموا رغبتي ومش عايزين يحصل اي نوع من انواع الازمات. وبالفعل خلاص الامور بدات تنتهي، لكنه تسرب الخبر. انتوا عارفين طالما في اكتر من مصدر فالخبر بيتسرب، وعمره ما بيتسرب من داخل النادي الاهلي. تم تسريب الخبر الحقيقه، وهنا بدا نادي الريان يتكلم على الشرط الجزائي، وهو 6 شهور من قيمه راتب اشرف بن شرقي. يعني ما ترددش اشرف في تفعيل الشرط الجزائي، لكن النادي الاهلي قرر انه يبقى له دور في هذا الامر ويتحمل جزء من الشرط الجزائي، وده اللي نفذه بالفعل المهندس خالد مرتجي، ومن خلال المحامي النادي الاهلي الاستاذ عبد الله الشحات، وبداوا مراجعه كل شيء وخلصوا كل حاجه في هدوء تام وفي سريه تامه، حتى وصل اشرف بن شرقي الى مصر وانهوا كتابه العقود وتوقيع العقود، ثم وقع مع الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي عقدا لمده 2.5 عام، عقد لمده 2.5 سنين الحقيقه لاشرف بن شرقي، وبلا اي شروط جزائيه لينضم اشرف بن شرقي الى زملائه في النادي الاهلي. اقول لك بس فترات لعب اشرف بن شرقي وهتطلع لك على الشاشه دلوقتي. هو مواليد 24 سبتمبر 1994، لعب للمغرب الفاسي والوداد الرياضي والهلال السعودي والانس الفرنسي والزمالك المصري والجزيره الاماراتي والريان القطري. اجمالي مبارياته 318 مباراه، اجمالي اهدافه 99 هدف، اجمالي الصناعه 58 هدف. مع المنتخب المغربي 20 مباراه، له هدف دولي وصانع 3 اهداف. مع المغرب الفاسي لعب عامين، 48 مباراه 13 هدف. مع الوداد لعب 43 مباراه 9 اهداف و9 تمريرات حاسمه. مع الهلال السعودي 13 مباراه 3 اهداف و2 تمريره حاسمه. مع لانس 4 اهداف في 26 مباراه وتمريره حاسمه. مع الزمالك 111 مباراه 43 هدف و28 تمريره حاسمه. مع الجزيره الاماراتي 33 مباراه و9 اهداف وتمريره حاسمه. مع الريان القطري 44 مباراه و18 هدف و12 تمريره حاسمه. زي ما قلت لك الاجمالي 318 مباراه وعدد الاهداف 99. نامل ان شاء الله
انها تبقى 199 و299 مع النادي الاهلي، ولما لا وهو في النادي الاكبر في المنطقه العربيه والقاره الافريقيه وبالتاكيد في مصر. عشان كده في حاله من السعاده الشديده لدى جماهير النادي